السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم نور من قناة نور هنا بشيرة. النهاردة هنعمل الفيديو اللي طالع ترند ده. الترند ده تقريبا كان نازل من سنة كده، بس طلع اليومين دول ترند، فقلنا نجرب، ليه ما نجربش؟ المهم جربنا وطلعت بجد تجربة حلوة جدا. دي الزبدة النيوزيلندي، بس طبعا احنا عملناها بطريقة حلوة جدا وسهلة خالص وبسيطة، وطلعت لنا كيلو زبدة نيوزيلندي من كوباية زبدة وكوباية لبن وكوباية زيت. هتطلع لك كيلو زبدة نيوزيلندي. بس عشان أكون صادقة معاكم إن الموضوع مش بتاع تخزين، إن انت تعمليها وتشتغلي بيها على طول، علشان طبعا فيها نسبة لبن، واللبن طبعا بيعمل مية، فمش هتبقى بنسبة الزبدة التانية اللي هي كلها دهون وبس. بس هي تجربة ناجحة 100% على فكرة، وعجبتني جدا، وجربتها وصورتها وقلت لو فشلت هطلع اقول لكم برضو انها فشلت، ولو كويسة هطلع اقول لكم انها كويسة. بس بجد بجد طلعت حلوة جدا، وانا انبهرت بيها، لانها فعلا طلعت زبدة نيوزيلندي زي ما انتوا شايفين. مفيش اي تغيير ولا في الشكل ولا في اللون ولا في الريحة. بجد بجد وهمية وسهلة خالص خالص، وملمسها حلو، وانا واقفة عمالة ادوق منها بصراحة. حلوة جدا، وزي ما انا بقول لكم كده في الفيديو، بجد بجد 100 لايك عليها. تمام، تعالوا بينا نشوف مكوناتها. معانا كوباية زبدة، بس بصراحة أنا اشتغلت المرة دي بزبدة فرن، بس بعد كده لو هعملها بنيوزيلندي، لأن طبعا دي كانت تجربة وأنا مش هغامر بزبدة نيوزيلندي. تمام، عايزة تشتغلي بالخلاط أوكي، بالهاند بلندر أوكي، عايزة تشتغلي بالمضرب برضو مفيش أي مشكلة. أنا بصراحة استسهلت، وكنت يعني واخدة الوصفة كده، يا صابت يا خابت، فأنا اشتغلت بالمضرب. أول حاجة هنضرب اللبن كده كويس قوي لغاية ما يعمل فوم معانا. تمام، بعد شوية كده مش كتير، يعني كل الموضوع مش هياخد من ايدك 10 دقايق اللي هم وقت الفيديو. انا لا مسرعة ولا شايلة حاجة، قدامك وعلى عينك يا تاجر. ضربنا اللبن وحطينا عليه الزبدة، وهنضرب مع بعض دلوقتي برضو. اضربي بقى كويس جدا لغاية الاتنين كده ما يتجانسوا مع بعض كويس جدا زي ما انت شايفة. تمام، بس يلا بسرعة بسرعة انزلي حطي اللايك واكتبي كومنت حلو، وكمان لو لسه ما اشتركتيش في القناة اشتركي في القناة وفعلي علامة الكل علشان يوصلك كل فيديوهاتي، لان انا بجرب كل حاجة قبل ما بنزلها لكم. تمام، احنا طبعا غيرنا البولة علشان كان المضرب بيبهدل الدنيا، فكان والسلك غلس، بس ماشي معلينا هنتصرف. وهنضرب كويس جدا جدا جدا، يتجانسوا مع بعض. وبعد كده هنحط معلقة خل كبيرة، وكمان عصرة ليمونة، وهنضرب برضو. وآخر مرحلة هنحط الزيت. بس استنوا خليكوا واحدة واحدة معايا، مش عارفة أنا مستعجلة ليه وبتكلم بسرعة. ادي معلقة الخل. يلا بقى بينا كمان هنعصر نص ليمونة. تمام، او ليمونة كاملة على حسب الليمونة اللي عندك، بس الليمونة دي كانت حلوة يعني كبيرة، فانا اخدت نصها بس. نضرب بقى كويس جدا علشان الحاجات كلها تتجانس مع بعض. بعد كده بقى الزيت هننزل بيه شوية بشوية، بس يا ريت يكون زيت نضيف عندك ملهوش اي ريحة. تمام، عشان الوصفة تبقى كويسة. وكانت والله ناعمة جدا وكريمية جدا، ما فيهاش اي تكتلات، ما فيهاش اي حاجة، زي ما هتشوفي شكلها دلوقتي بالظبط. خدنا كوباية الزيت كلها. تمام، اضربي بقى حلو كده مع بعض، بس برضو ما تضربيش كتير علشان الزبدة ما تفصلش منك وتقطع معاكي، علشان احنا عايزينها كده سلسة وناعمة علشان تديكي نفس النتيجة بتاعت الزبدة النيوزيلندي. ورشة ملح بقى كده في الآخر صغيرة جدا.
ضربناها كويس قوي. نجيب بقى قالب، نجيب علبة تلاجة، علبة مدورة بنفس الشكل اللي انتوا عايزينه، بس انا حطيتها في علبة طويلة شوية عشان تديني نفس شكل الزبدة النيوزيلندي. الزبدة النيوزيلندي دلوقتي تقريبا ب160 الكيلو أو حاجة زي كده، فإحنا بنجرب وبنفيد بعض. دي طبعا اتعملت زبدة، بس طبعا هتبقى بنفس جودة الزبدة الفرن، لأن أنا اشتغلت بزبدة فرن. بس لما هاجي هعمل تاني هجرب بالزبدة النيوزيلندي، لأنها ما باظتش مني ولا أي حاجة. أنا طبعا خفت أشتغل بالنيوزيلندي عشان ما تبص، لأن دي كانت تجربة وكنت بجربها. خلاص كده تمام. فرشنا كيس تلاجة حلو كده في العلبة وحطيناها، وبعد كده هنحطها 3 ساعات في التلاجة. تمام كده، احنا كده حطيناها في التلاجة لمدة 3 ساعات، بس هي كانت عاوزة تستنى شوية اكتر في التلاجة علشان تتماسك اكتر، بس هي متماسكة وكل حاجة، بس عشان تتقطع كويس. تمام. نطلع بقى ونشوف الشكل النهائي. يلا بينا. بصوا بقى، بصوا بقى، شياكة، جمال، أناقة، بجد بجد. لا بجد بقى، سيبكم الهزار وكل حاجة، بس كانت ريحتها بجد حلوة جدا وناعمة زي ما انتوا شايفين اهو. انا بوريكم ناعمة جدا. هي بس كانت مشكلتها ان فيها نسبة مية بسيطة جدا، بس عادي عادي عادي. واشتغلت بيها عادي وقليت بيها بيض عادي عشان اجرب. طبعا حلوة جدا، حلوة بجد. شايفين شكلها؟ شايفين اللون؟ بصوا، ما فيش يعني، ما بنضحكش عليكم، هو كله قدام عينيكم. بصوا بصوا بقى، وانا بقطعها نفس الملمس، اقسم بالله حلوة جدا. جربوها بجد هتدعولي يعني انا عايزه اقول لكم مش هتشتروا زبده تاني من بره، وقبل ما تخلص دي هتحوشي منها كوبايه هتعملي منها تاني. يعني هي الزبده هتشتريها اول مره بس وهتعملي بيها، واللي انت عملتي بيها دي قبل ما تخلص هتعملي منها تاني وتالت ورابع، يعني مش هتشتري زبده خلاص. بجد حلوة جدا وموفرة واقتصادية وعملية جدا في غلو الحاجة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. دي شغالة وهتشتغل معاكي حلو جدا. حلويات، خضار، أكل، كل حاجة حلوة قوي. بصوا شكلها، لا بجد أنا مبهورة جدا جدا جدا. يلا بقى يا هانم منك ليها، ما تنسيش تنزلي تحطي اللايك تحت خالص وتعملي مشاركة كمان للفيديو علشان الكل يستفيد من الوصفة الاقتصادية البسيطة. زي ما عودتكم كل وصفاتنا إن شاء الله سهلة وبسيطة واقتصادية وما فيهاش أي تعقيدات. أنا طلعت لكم على الشاشة أهو اللايك والشير وسبسكرايب عشان ما تنسوش. يلا بسرعة اعملوها وجربوها. يلا باي.